الطلعه بتاعت النهارده دي وهبتها كلها لاخويا وحبيبي اللوز تبيب، يعني كل اللي طالع النهارده حلال عليك. نسمي بالله عشان ربنا يكرمنا. يا مسهل. يلا حط صباعك، اختار رقم يا عم، انت مكسوف. يا عم 5 اهو عشان الحسن. 5 يا عم. الو. الو، مساء الخير يا فندم، مع حضرتك محمد عبد الحميد من خدمه عملاء البنك. حاجه سميره معايا؟ ايوه يا ابني. كنت بكلم حضرتك بخصوص الكارت اللي اخره 2536. ماله؟ يا ماما، انت حضرتك بقالك فتره ما حدثتيش البيانات، انا اسف يا ماما، انا هضطر ان انا اقفل لك الحساب واقفل لك الكارت. استنى يا ابني بس استنى، انا مش فاهمه. سيء عليك النبي يا ابني ما تقفل حاجه. استنى بنتي لما ترجع وهي هتفهم. طب ما تقلقيش يا ماما، انا همديلك المهله لحد بكره، وان شاء الله باذن الله تيجي تنورينا وتشرفينا في البنك، بس يا ريت تيجي بدري عشان انت عارفه احنا في اخر الشهر والدنيا بتبقى زحمه وكده. لا يا ابني والنبي انا مش حمل مروح ولا مجي، ده انا مروحة الدكتور ولا سحب المعاش بروحها بالعافيه والله. ما ينفعش يا ابني التجديد اللي بتقول عليه ده بالتليفون. لا 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 ينفع، دي كده فيها اذيات يا ماما، تردي لي الاذيه. ربنا ما يجيب اذيه يا ابني والله هدعي لك. ماشي يا ماما، ممكن تمليني ال3 ارقام اللي موجودين في ظهر الكارت؟ الكارت؟ ايوه، عشان اتحقق بس من هويتك. هتجيلك برضو رساله فيها ارقام، مليها لي بسرعه. اقفلي ياما، ده نصاب وهيسرق فلوسي. ايه يا عم، انت اتجننت ولا انت ايه؟ اللي اتجننت يا اسطى. وانا عشان اخويا جم مسا وليه غلبانه عجوزه دي مننا يابا. احنا من امتى واحنا بناكل في بعض يا صاصه؟ يا عم انت حر، بس خليك فاكر، انا طول عمري بقول لك اللي يصعب عليك يفقرك. خلي بالك، انت كان في ايدك فرصه تطلع امك وانت اللي رفضتها. شوف يا حاج، الضمان اللي يعجبك ايه وانا مستعد له. كمبيالات وصولات امانه، ان شاء الله حتى افضل شغال في المخزن لاخر يوم في عمري، بس امي تخرج من دقيقتها. والمبلغ كام؟ 650,000 جنيه، وانا معايا منهم مبلغ بسيط. مبلغ كبير برضه. والله يا ابني لو الدنيا تسمح انا مش هتاخر، ما انت زي ابني. عارف يا حاج، تسلم لي. استاذنك انا. خد بس، ما يبقاش دمك حامي كده. لا، خد ال 20,000 دول حطهم على اللي معاك، وخلي الواجب عندي انا المره دي. خد يا ده، انا زي ابوك. لا جميلك ده هيفضل دين في رقبتي لاخر يوم في عمري يا حاج، بس انا هشتغل بيهم. استاذنك بس تسيبني فتره ادبر بقيه المبلغ، وبعدها على طول هتلاقيني عندك هنا يا حاج. ما تشغلش بالك انت خالص بالشغل، خلص اللي وراك ونطمن على الست الوالده، كده كده مكانك محفوظ وسط اخواتك. تسلم لي يا حاج. حبيبي. يا جماعه اللي جوه العنبر يجي لي. يلا يا اولاد، بيبقى اخوكم في زنقه هو وامه. تعالوا، عايزكم كلكم بره. اخوكم بيبو ووالدته في زنقه. يلا، اخوكم بيبو في زنقه هو ووالدته، ولازم نقف جنبه ونلم له حاجه. اللي يقدر على حاجه تحطها هنا وانا اولكم. عاش يا رجاله. عاش يا اولاد الاصول. الله يبارك لك يا ابني. شكرين. الله يبارك لك يا دكتور. قول له لو سمحت اديله واحد معاك. واحده صح. يا جدع عيب عليك يا ابو عزام، عيب عليك، رجعها له.
خد يا باشا. يا عم عشان ساعة الصباحة بس وصلها له. خد يا اخويا. يا جدع علاء طالما اخد منك جنيه، انت عايز الناس تاكل وشي؟ رجعها له. لا، ما انا كده ايدي وقفت. ايدي وقفت، انا مش هفضل رايح جاي كتير. هو فيها يا جدعان؟ ما تبطلوا كات. خد يابا ذاكر. قال بكام المنفضه دي عامله ايه دلوقتي؟ بكام؟ بقت ب 45. 45 يا خبر ابيض. الله يرحم ابويا، ده كان بياخدها مع البقاله عشان ما فيش فكه. الله يرحمه. احضر لك الفطار يا ابويا؟ لا مالياش نفسي يا شهد. ايه ما عندك الشغل النهارده؟ لا، ما انا اجازه النهارده. ما تنهديش في ابوك يا بت. ابوكي فيه اللي مكفيه. هملينا دلوقتي. حاضر. انا مش هسألك ليه عملت كده، انا هسألك ايه هتعمل. والله ما انا عارف هعمل ايه. اسمع يا ولدي، انا خبرك زين واعرف انك هتعمل الصح. واه كان العمده محمد نصر ابو دياب بيغلط كيفه كيف الخلق. والله وطلعت بتلعب بديلك وبتخلف عيال شطان يا ابو دياب. كأنك جاي تغلطني. شوف انا بقول لك ايه وانت بتفكر في ايه. معلش ياما اصلها حكايه تخوت. قصره. ناوي تعمل ايه مع ابن الحرام ده؟ ما تقلقيش ياما، بس قولي لي اي حاجه، قولي لي اسمه، اي حاجه نجيب لها قراره. اسمه بهجت وامه اسمها نوال. انا جبت رقم تليفونه من الواد اللهبل اللي كان معاه. خد. الواد ده يتجاب وتتقطع سيرته من الدنيا. مفهوم؟ بس مش يمكن يوم يطلع الواد ده اخويا بجد؟ حاول تلمس اخوتك. استنى بالله بس ما تفرجيش ناس علينا. علينا. في عينك. ما تفرجيش الناس علينا. اقعدي بالله عليك اقعدي. انت ماليكش غير اخواتك البنات، ومعاش ولا كان اللي يحط راسه براسك ويقسمك ورثك. اذا كان ابوك ظلمك في يوم من الايام انا مش هسيبه يظلمك تاني.